السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ فاطمة الزهراء. فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير والكل بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي طرونش باتيسري، وصفة اقتصادية وسهلة في التحضير وفي وقت قليل كتوجدي كمية كبيرة. كيجيو هاد لي طرونش يا سلام ما شاء الله في المذاق ديالهم، لذاذ بزاف بدون حليب وبدون شوكولات. غادي تحصلوا على 24 قطعة، انا قطعتهم كبار، ممكن تقطعوهم صغار من هكا. كيعطيكم واحد الكمية اللي هي كبيرة. ما نطولش عليكم اخواتي، ندوزو المكونات طريقة التحضير في نفس الوقت. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو اولا في تحضير الكيك اولا الجينواز، سهل بدون تعقيدات. عندي هنا واحد 2 بيضات كبار بحرارة المطبخ، وغادي نضيف ساشي ديال الفانيلا للتنسيم فقط، وغادي نضيف كاس من السكر عامر مزيان. العبار دائما بالكاس ديال العنبه. غادي نطربوا البيض مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو ويتبدل اللون ديال البيض. الا ما كانش عندكم هاد الميكسور ممكن تخدموا البيض غير بالخلاط الكهربائي، يعني العصاره ديال العصير. وغادي نضيف ربع كاس من الزيت، العبار دائما من الكاس ديال العنبه، غير ربع ديال الكاس فقط. كنخدموا الزيت مع الخليط مزيان. وغادي نضيف كاس من الماء دافي، ماشي سخون غير دافي، باش كيزيد يذوب لينا السكر مزيان. الكيك ديال الماء كيجي خفيف وجد رائع. الطعم ديال الكيك صراحه انا وليت معتمده عليه في جميع الكيكات. غادي نبداو نضيفوا النواشف. عندي هنا واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. هاد الساشي كيوزن 7 غرام، يعني واحد الملعقه كبيره. من الاحسن يكون نوعيه جيده باش يعطينا نتيجه تكون زوينه ومرضيه في نفس الوقت. غادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. كنضيف كاس الاول كامل، والثاني كنضيفوا شويه بشويه على دفعات حتى كيرجع لينا الخليط على هذا القوام هذا. في المجموع 2 ديال الكيسان ديال الدقيق. الكاس الثاني ما عامرش مزيان، وكتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا، واش كيكون رطب او لا حرش. دابا غادي نضيف الخميره ديال الحلويات، 2 خمارات ونصف بقيمه 7 غرام، يعني في المجموع 20 غرام. كنخلط مزيان هاد الخميره غير بالخلاط اليدوي فقط. صافي دابا غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل باش كيطري لينا الخليط وكيساعد الخميره باش كتضاعف. صافي كنحصلوا على هذا القوام هذا بهذا الشكل هذا، شيئا ما خفيف ولكن ما تخافوش منه، راه كيجي الكيك خفيف ورطب واسفنجي. كنفرغوا هذا الكيك في الصفيحه ديال الفرن، طول ديالها هو 30 سنتيم. كندهنوها بالزيت وكنرشوها بشويه ديال الطحين بحال هكا، عادي كيف ما مولفين كنديروا دائما لاي كيك كنطيبوها. كنحاولوا ما نوزعوا الخليط على الصفيحه كامله بهذه الطريقه هذه. دابا كنجيب واحد الكوردون كندوز بحال هكا خطوط باش كندخلوا الهواء في الكيك مزيان، ومن بعد كنخبط الصفيحه هكا على سطح العمل باش كنتاكدوا ان الكيك يجينا مقاد، ما تجيناش شي جهه طالعه وجهه هابطه. كندخلوا الكيك يطيب من تحت، عاد كنحمروه من فوق شويه، يطيب على نار مهيله. المده ديال الطياب هي 30 دقيقه، وكيكون طاب معنا وعلى حسب الفرن ديالكم، كل واحد ونوعيه الفرن ديالو. وفي هذا الاثناء ملي كتكون كطيب الكيك غادي نمروا باش نحضروا الكريمه باش ما تاخذش لنا الوقت في المجمد اكثر. عندي هنايا علبه ديال كريم شونتيي، غادي نضيف ملعقه كبيره من السكر لان الشونتيي كتكون ناقصه حلاوه. غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب، العبار دائما بكاس ديال العنبه. غادي نكهو هاد الكريمه بعد الاضافات. غادي نضيف ملعقه ديال الكاكاو المر، كنغربلوه من الحبيبات ديالو ديال الكاكاو. وغادي نضيف ايضا واحد الملعقه كبيره ديال الشوكولات الخاص بالاكل، غير باش يعطينا واحد النكهه ديال الشوكولا في الكريمه. الا ما كانش عندكم تقدروا تستغناو عليه، ولكن الشوكولات كيعطينا واحد التعليكه زوينه لهاد الكريمه بزاف. كنخلط كلشي مزيان حتى ينسجموا المكونات مع بعضياتهم غير بالملعقه فقط حتى كيذوب لينا الكاكاو والسكر والشوكولات. وكندخلوا الكريمه الثلاجه تبرد لينا مزيان واحد المده ديال 20 دقيقه حتى كترجع لنا متماسكه وتجمع لينا الكريمه مزيان. ودابا غادي نجبد الكيك من الفرن، كتكون وجدات معانا وكتجي على هذا الشكل هذا. كتخليها تبرد واحد
5 دقائق، وغادي نمروا باش نسقيوها بالمذاق ديال القهوة. عندي هنا كاس ديال الماء دافي، وعندي هنا واحد نسكافي، نخلطها مزيان حتى تذوب لينا نسكافي، ونسقيو بها الكيك مزيان باش كترطب لينا الكيك وما يجيناش الكيك ناشف من داخل. نحاولوا نوزعوا النسكافي كامل على الكيك باش تشرب لينا مزيان، ونمروا باش نطلعوا الكريمه من بعد ما كتكون بردات. لاحظوا معايا الشكل ديال الكريمه، ومني كتكون بردات رجعت على هذا القوام هذا. غادي نطلعوها بالميكسور اولا الطراب، ولاحظوا معايا كيفاش كيتبدل اللون ديال الكريمه، كيعطينا واحد اللون اللي هو زوين، واحد الكميه كبيره من الكريمه. وخا حنا درنا غير علبه من الشونتيي صافي كنكتفي بهذا القدر هذا. لاحظوا معايا القوام ديال الكريمه طلعات وتماسكات مزيان. باش نتاكدوا ان الكريمه ناجحه معانا غادي نقلب المول وما غاديش تطيح الكريمه معانا. هنا من بعد ما درنا هذه الطريقه هذه كتاكد لكم ان الكريمه ناجحه معكم. دابا مباشره غادي نخويها كامله على الكيك، غادي نخلي واحد الكميه بسيطه للتزيين فقط في الاخير. صافي كنحاولوا نوزعوا الكريمه على الكيك بطريقه متساويه، ونقادوها مزيان بهاد الاداه هذه اللي كتسهل علينا صراحه. هاد لي طرونش كيجيو ساهلين في التحضير وبلا كثرة المجهود، كتوجدي كميه كبيره في وقت قليل. صافي من بعد ما قادينا الكريمه مزيان كطبقه ثانيه فوق الكيك، كندخلوا الكريمه ثلاجه تبرد مزيان. من الاحسن ديروها في الكونجيلاتور باش يبرد لكم اكثر، في اقل وقت تكون بردات معكم. على الاقل تخليوها تبرد واحد الساعه المكانه في الكونجيلاتور، يعني الفريغو، ماشي كنديروها غير في التحت، يعني في تحت الثلاجه غادي تاخذ معكم وقت بزاف باش تبرد. وفاش ملي كنديروا الطبقه ديال الكلاصاج ما كتذوبش لينا الكريمه وتخسر لينا الكلاصاج. غادي نخليو الكريمه تبرد مزيان، وفي هذا الاثناء غادي نمروا باش نحضروا الطبقه الثالثه ديال لي طرونش، وهي الاخيره طبقه ديال الكلاصاج اللي ناجحه معكم بابسط المكونات. عندي هنا كاس الا ربع ديال الكاكاو المر، من احسن يكون نوعيه جيده، وعندي كاس الا ربع ديال السكر. غادي نضيف ربع كاس من الزيت، وفي الاخير غادي نضيف كاس ديال الماء يكون بارد. غادي نخلط كل شيء مزيان على البارد مزيان حتى كينسجموا المكونات مع بعضياتهم كل من الكاكاو والسكر. هاد الكلاصاج راه ناجح معكم من اول تجربه ان شاء الله. غير زعموا يا اخواتي وجربوه في الحلوى ديالكم اولا الطورطه ديال عيد الميلاد. غادي نوضعوا الكلاصاج فوق النار اللي كتكون متوسطه حتى كيذوب السكر مزيان، وغادي يبقى غير يغلي واحد شويه وكنطفيو عليه النار، يعني غير الغليه الاولى كنطفيو عليه النار. لاحظوا معايا الشكل ديال الكلاصاج شحال كيجي لامع. كنخليوه يبرد واحد شويه، غير كيدفى واحد شويه فوق سطح العمل. ودابا غادي نجبد الكيك مع الكريمه من الثلاجه من بعد ما كيكون بردات مزيان الكريمه كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي في الفيديو. دابا غادي نخوي على الكريمه الكلاصاج من فوق بحال هكا. من بعد ما كيكون بردات شويه، ما كتخويوهاش مباشره وهي باقا سخونه حتى كتبرد واحد شويه. كنحاولوا ما امكن نوزعوها كامل على الكريمه بحال هكا. وغادي ندخل لي طرونش ديالنا الثلاجه تبرد واحد المده ديال 10 دقائق، غير تماسك لينا الكلاصاج مزيان. هو راه دغيا كيجمد، غير يشد راسو. ونمروا باش نقطعوا لي طرونش ديالنا. كناخذ الموس يكون حاد ونضعوه في الماء سخون ونقطع به لي طرونش ديالنا باش ما يخسرش لينا الشكل ديال لي طرونش، يجينا الشكل كيف ما بغينا. كنقسموا الكيك على 3 ديال الاجزاء بحال هكا، نحاولوا نقطعوهم متساويين ونقسموا الكيك الى نصفين. وفي كل تقطيعه كديروا الموس في الماء سخون وكنقطعوا لي طرونش ديالنا على الشكل هذا. غادي نقسموه على 4 ديال الاجزاء، وكل جزء نقسموه على 2 ديال القطع. انا قطعت لي طرونش كبار، ممكن تصغروهم الا كنتو غادي تبيعوهم لي باتيسري اولا كومون. كنحصلوا على 24 قطعه من الطرونش صراحه، وخا غير بجوج بيضات كنحصلوا على كميه كبيره. غادي نزينهم هكا من فوق كل طرونش واحد الوريده بالكريمه كاضافه فقط. تزيين دائما اخواتي تزيين كيبقى اختياري على حسب المتوفر والرغبه ديال كل وحده. صراحه المذاق ديال لي طرونش جا لذيذ بزاف وجا جد رائع. غادي نضيف واحد العقيقات فوق واحد الوريدات باش كيعطينا جماليه اكثر. صراحه هاد لي طرونش كيجيو رائعين جدا
لا مذاقا ولا شكلا. لاحظوا معايا الطبقات كيفاش كيجيو باينين، واحد المزيج بين الكريمة والكيك مع الكلاصاج، يا سلام، واحد المذاق ما كتسخيش به. ما نشكرش لكم اخواتي شحال كيجيو هاد لي طرونش رائعين، غير زعموا البنات وجربوهم، غادي ينجحوا معكم من اول تجربة ان شاء الله. وبهذا اخواتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم. كنتمنى لنا اعجابكم هاد لي طرونش وتجربوهم ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو فما تنسونيش من دعم القناة فضلا وليس امرا، مع الاشتراك في القناة لتفعيل الجرس. وشكرا بزاف على مشاهدة الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.